السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا، محدش يصور خيبته بس أنا صورتها. يعني كل الناس أتصور الوصفات اللي ناجحة معاها والدنيا المغفلقة والدنيا الزينة. أنا صورت الوصفة اللي باظت معايا. يعني بالله عليكم، ده منظر قروص أو منظر فطير مشلتت، يعني من أسوأ المرات اللي عملت فيها فطير مشلتت. مش عارفة، يعني اديني حنوريكم الخطوات دلوقتي بالتفصيل الممل. قولوا لي انا غلطت في ايه او انا عملت ايه. انا دي طريقه اول مره نعمل بيها، انا متعوده نعمل الطريقه العاديه بتاعتنا، نفردوه على دقيق وبالنشابه. والله هيطلع يغني وخطير يعني. ودقيقة نبني لكم فرن طين حنعمل لكم فيها، حتفرجوا بس على الطريقه العاديه. رحت قلت ايدي بتنبشت، انا اصلا منبوشه وقليله ادب. قلت قال حنجربها بالطريقه اللي انا شفتها ناس كتير عامله بيها. وبصوا، يعني شكله يمكن يوحي، هذا بالذات يوحي انه الى حد ما اطر، ولكن والله قارص وناشف كده وحالته، بس التاكل فيش حاجه حتترمي، التاكل يعني. المهم انا حنوريكم الخطوات بالتفصيل الممل، قولوا لي انا غلطت في ايه. تمام. لو انت اول مره تشوفيني، انا ام المعتصم ودي قناتي عليها روتين صعيدي مغفلق. ما تنسيش تحطي لي اللايك الزين، اللايك يدعم الفيديو ويرفع ويخليه يتشاف، وتشتركي وتنوريني وتسيبي لي كومنت بدعوه حلوه ولك بالمثل. اول حاجه جبت دينا حوالي 2 كيلو دقيق، خساره يعني، خساير من كل ناحيه، خساير everywhere. المهم راح قالوا لي قال ايه، اعملي له معلقتين عصيده حيطلع معاكي خطير. حطي معلقتين عصيده حيطلع معاكي طري ومورور ومورق. قلت يلا ما فيش مشكله، انا نسمع الكلام وانا اسمع النصايح، وانا شيخة عرب. رحت حطيت، عملت الهنيتين، عملت معلقتين العصيده وحطيت لهم شويه ميه بارده بردتهم بيها، وحطيت شويه ملح والدقيق وعجنت. والله عجنت وملكته. واصلا ده دقيق انا طحناه توي امبارح، طحناه وعملت بيه، يعني دقيق اصلا جديد 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 يعني. فده ما شاء الله، ده لما نعمل بيه القروص بطريقتي العاديه صدقوا حنعملها لكم عامله فرن خطيره. اصبروا عليا بس تفرجوا، احتمال حتبقى الفيديو الجاي او اللي وراه حنوريكم الفرن والقروص بتاعتي العاديه اللي هنعملها. المهم جيت مشيت على الخطوات بالضبط، والله أنا أسمع الكلام أنا. يعني مشيت على الخطوات بالضبط. وجيت هنا حطيت معلقتين زيت أو 3 يعني مش هنعده، وباردة ملكتها زين عشان العجينة تبقى ناعمة وطرية وحلوة. ومشيت على الخطوات ما مليتش. تمام. وعجنت فيها لغاية ما العجينة بقت زي البانة معايا كده، لدرجة إن أنا اختبرتها بإيدي لقيتها لأ تمط وجميلة يعني. يعني في العجين ما قصرتش، والله بقت خطيرة. الخطوة دي أنا متأكدة منها مليون في المية إن هي صح. أنا لغاية هنا ماشية صح، لو ماشية غلط حد يقول لي. جيت خليتها ترتاح، ريحتها برضه ما قصرتش، ريحتها. وجيت هنا إيه، جبت صينية ودهنتها وبدأت نقطعهم. ادي بصوا العيش عامل يعني، العيش حلو متملك وجميل يعني. بس رحت قطعتهم على كد الفطيرة أو على كد القرص اللي أنا حنعمله، وقطعتهم عشان برضه يرتاحوا شوية. أديني قطع. طب ممكن يكون العجينة مرخية مثلا شوية، ممكن يكون كانت عايزة تشد يعني تبقى تخينة شوية أو بتاع، مش عارفة. لو حد عندي معلومة يقول لي، محدش يبخل عليا بالمعلومة، يقول لي يقول لي القروص دي باظت ليه، عشان أنا الخطوة دي مش حنعملها تاني. الطريقة دي مش حنشتغل بها تاني، حنشتغل بطريقتي العادية اللي أنا متعودة عليها وعارفاها. ولكن دي قلة أدب بي إني أنا قررت نشتغل بالطريقة دي. وجبت الصينية ودهنتها، كنت عاملة والله زبدة بلدي وسمنة وزيت، عاملة خليط كده شغالة بيه. كلفت ما قصرتش ولا بخلت يعني. وبدأت هنا ايه، دي العجينة دي كانت مرتاحة، بدأت نفرد بيها. بصوا العجينة اتشرطنت ازاي، ليه؟ يعني حد يفهمني. والله مرتاحة العجينة، ارتاحت يعني، ارتاحت في كل خطواتها اللي فاتت، كانت ارتاحت يعني. جت هنا أول ما بدأت نفردها بدأت تتقطع معايا، تتفتح وتتقطع معايا، وما ما فهمتش السبب، ما عرفتش ايه. المهم لميتها وتمام وظبطتها وكترت لها السمنة وحطيتها في الصينية وسبتها ترتاح في الصينية. وبعد ما سبتها ترتاح برضه رحت ايه، رحت طبطبتها كده، طبطبت لأن العجينة كانت ارتاحت. سكت، لقيتها اشترطنت معي، رحت سدية برضه، بعدت وسكت وسيبتها. قلت يلا خليها ترتاح، يمكن مش مرتاحة العجينة والله زي ما نقول لكم. ورحت جيت مسكت ادي التانية برضه، لقيت نفس الشرطينة معايا، نفس الموضوع ان هي عمالة الشرطن وعمالة تتفتح كده مني وتبوظ. ادي هنا كانت ارتاحت في الصينية فتفردت معايا بسهولة وتمام يعني زي الفل. قال البت هنعمل قروص مغافل. ما حصلت. جعل نفسي هنعمل قروص ما حصلت. بس يلا الحمد لله، يكفيني شرف المحاولة يعني والله. المهم ركزوا معايا، انا غلطت في ايه يعني. راحة وريحتها،
وآدي دي العجينة الأخيرة دي كانت أكتر وحدة فيهن ارتاحت، مشت معايا وفرحت وعملت برضه بدأت تتقطع وبدأت تشرطن معايا وبدأت تعمل نفس الموضوع. هل العجينة مرخية زي ما قلت لكم مثلا ممكن، ولا إيه حاجة عملتها غلط؟ أنا العصيدة دي ناس كتيرة أتعصد المعلقتين دي يطلع ما شاء الله تبارك الله يعني ملهيش حل، يطلع حاجة خطيرة يعني. فأنا مش عارفة إيه الغلطة اللي غلطتها. المهم أنا لحد هنا كنت مدية الأمان والله كنتش جعلة حصل حاجة يعني، كنتش جعلة الدنيا حتخرب. المهم كان في حوالي 3 فطيرات تاني بقيات، رحت إيه قطعتهن على الصينية، قلت لأ دينا يرتاحن دي لغاية ما حنسوي التانيات ونحطهن في الفرن ونطلعهن، ودينا حنسيبهن حنخليهن يرتاحن عشان ما يبقاش المشكلة في قلة الراحة. لأ ريحتن يعني ال3 الأخرانيات دين والله اديتهن وقتهن خالص. والفرن ما شاء الله عالية فوق وتحت، إلا إنه يعوز نار شديدة هو الفطير أو القروص ده. برضه حطيت للنار الشديدة والله العظيم، ويعني الفرن دي أصلا نارها جميلة، مش هتقصر في موضوع في موضوع النار يعني. فرحت إيه، رحت حطيتها في الفرن. وبصوا أدي أنا أفتح عليه، طب إيه هنا هيجب، هنا هيعلى، هنا مفيش خالص، مش متحرك من مكانها خالص يعني. آه بس وكان دخل في السوا. جيت رحت للبقيات هنا عاد إيه، لقيتهن لما ارتاح لما نامن من كتر الراحة يعني ساحن على بعضهم من كتر الراحة. رحت جيت خدتهن عملتهن دين بقى، عملتهن على كده ما حطيتهنش في صواني. فردتهن وخدتهن بالنشابة، فردتهن على الصاج بتاع الفرن، بس أنا كان نفسي اتطمت ونفسي السدت وما رضيتش نصورها يعني. البقيات دين كان مرتاحة موت دين، خلي بالك يعني. كانت العجينة دي مرتاحة جدا، طولت يعني. ولكن بص اتفتحت. يمكن المشكلة في الراحة، ما كانش عايز يرتاح، كان عايز يشتغل وبيه على طول. بصوا اللي عندي معلومة يقول لي. المهم جدا اشتغلت بيهن كده على طول يعني. رحت عملتهن ورحت فردتهن تاني وخدتهن لفيتهن على النشابة ورحت حطيتهن في الصاج في الصاج بتاع الفرن على طول يعني. ما حطيتهنش في صينية، قلت يمكن المشكلة في الصينية مخلية النار مثلا مش واصلة كويس، أو النار مش عالية. فيمكن المشكلة في الصينية. برضه ما طلعتش المشكلة في الصينية، طلعت المشكلة فيا أنا أو فيهن، والله ما عارفة يعني إيه الموضوع. يعني القطيعة دي أنا عايزة نفهمها يعني، نفهم إيه موضوعها. فبالله عليكم اللي عندي معلومة مش هنكررها مش هنكررها يعني أنا الطريقة دي مش هنكررها تاني عن نفسي يعني. هنعملكم بطريقتي العادية وحتتفرجوا في الفرن الطين يعني. حتتفرجوا بصوا الوكسة بصوا الخيبة والويبة اللي أنا فيها يعني. والله زعلت بصراحة، بس كلناه وفطرنا بيه وتعشينا منه. وقلت لهم حرام نعمة ربنا، ده أنا مكلفاه، حاطة لكم سمنة وكم زبدة وحاجات ومكلفاه والله. قلت لهم لازم حيتاكل. كلناه يعني مفيش كلناه كلناه كلن يعني. المهم لو وصلت لحد هنا حطيلي لايك يعني، ارفع من معنوياتي. حطيلي لايك واشتركي ونوريني وكومنت بدعوة حلوة ولك بالمثل يا رب ان شاء الله. والسلام عليكم.